السلام عليكم شباب، انا الشيخ شبابكم ان شاء الله زين يا رب. اول شيء قبل هذا الفيديو شكرا لكم على ال100 مشترك، وبمناسبه وصول ال100 مشترك راح اسوي لكم مسابقه. اي طقيت وراح اسوي لكم مسابقه، صارت عندي فلوس. المسابقه على شنو؟ على ايفون 5. هسه واحد يجي يقول عبو شنو على ايفون 5 سويناه على 6. حبيبي 100 مشترك، من نوصل 1000 مشترك اسوي لكم اياه على 6، ومن نوصل 10000 على 7 100,000. الله اللي عليه. المهم تيجي تشترك بالمسابقة، دوس اشتراك بالقناة واكتب تعليق جوا باليوتيوب. أهم شيء الاشتراك والتعليق. هسه تقول لي شنو فائدة التعليق؟ لأن حسوي سحب على التعليقات. بس تقول لي أكيد ما حفوز. لا تفوز، ليش؟ لأن متابعيني قليل، يعني من نسحب اسمك يعني فرصة فوزك كبيرة كلش. والمهم خلينا نروح نبدي الفيديو. اليوم نحكي عن انواع الاصدقاء. اكيد كنا عندنا اصدقاء. بس شنو هو؟ كل واحد عنده شخصيه، فاحنا اليوم شو نسوي؟ نشخص شخصياتهم، يعني نحللها. الاول شخصيه، والشخصيه المهمه والبارزه اللي بيها هو الغبي. اذا ماكو بالشله غبي، ها ما تسمى شله وتصير شله يعني ممله. هاي شخصيه كلش مهمه. يعني مثلا يحكي لك اشياء حلوه بس تافهه بنفس الوقت. يعني ما لها اي قيمه، او تدز على شيء ويجي وما مسويها، يقول لك ها نسيتها. يعني وتظل تنصب عليه، وهاي شغله. يعني هذا الشخصيه كلش حلوه ومهمه بالشله. هاي اول شخصيه مهمه ويانا. ثاني شخصية ويانا هو حلال المشاكل. هاي صدق يعني مهمة الشخصية هاي أكثر من الغبي. ولو الغبي هم مهم، بس شنو حلال المشاكل؟ صارت عندنا مشكلة مثلا بالبيت أو شي تتهرب منه تروح يمه، يقول لي يابا عندي هيك مشكلة، وصدق تحكي له، ويعني صدق ينطي حل، يعني يحل كل المشكلة، يعني صدق حل المشاكل. ومهم هاي الشخصية، وما تقدر تستغنى عنها أبد، وعنده أفكار شيطانية جهنمية بين قوسين. ثالث شخصية، شخصية الشنب. الشنب يعني السبع، العراك مال الشلة. ها لازم اكو بكل شلة هذا العراك، يعني السبع مالتهم يتباهون فيه. وهذا يصير شخصيته يعني محبوبة من جميع الأطراف. ليش؟ لأن كلها محتاجته. وين ما تشوف واحد سبع كلها تحبه وكلها تريده، حتى بكل عركة يجي تشيت وياهم. الشخصية الرابعة هي أبو المصايب. هاي الشخصية ما أعرف شو أحكي لكم، أو يعني أحكي لكم عن هاي الشخصية. يعني هاي الشخصية مدخلتنا هواي مشاكل، كنا يعني بدون أي منازع كنا داخلين من وراها مصيبة. يعني أفكاره تدخلنا سجن، مو مصيبة تدخلنا سجن. يتحارش بالعالم، أي شيء يسوي لنا مشكلة. بس نرجع ونقول هاي الشخصية ما نقدر نستغنى عنها، يعني لأن تصير محبوبة. الشخصية الخامسة اللي هو الكذاب. هاي الشخصية ما لها علاج أبد. يعني إيش قد ما تنصحه إنه يصير صادق ما يصير أبد، يظل كذاب يظل يكذب. يعني المشكلة مو هنا، المشكلة من أنت تدري بيه كذاب، يحكي لك شغلة تصدق بيه. وهو هم يصدق بروحه ويعيش اللقطة كلها. هاي هم الشخصية حلوة، يعني هم لازم مهمة بالشلة. ولهنا شباب بنات انتهى الفيديو، ويا رب عجبكم ان شاء الله. بس قبل لا انهي الفيديو، لا تنسون المسابقة، تكتبون تعليق وتشتركون بالقناة، ولا تنسون اللايك همين كتشجيع لي ان اسوي فيديوهات. وكان وياكم عبود النعيمي من قناة عبود تي في امان الله.